اشترك في القناة واعمل لايك عشان المحتوى ينتشر ويوصل لناس أكتر. تخيل إنك ماشي في وسط الصحراء وفجأة تلاقي قدامك حفرة ضخمة مليانة نار. النار دي مش بركان ومش فرن صناعي، دي حفرة غاز في قلب صحراء تركمانستان اسمها دارفازا جاس كريتر، والناس بتسميها دور تو هيل، بوابة الجحيم. لكن ايه اللي حصل هنا؟ القصة بدأت أثناء عمليات استكشاف عن البترول والغاز في المنطقة، وفي السبعينيات حصل انهيار للأرض في منطقة الحفر وفتحت حفرة كبيرة، والحفرة كانت مرتبطة بتسرب الغاز الطبيعي. الغاز بدأ يخرج من باطن الأرض وكان فيه خوف إن الغاز ينتشر في المنطقة فتم إشعاله. الفكرة وقتها كانت إن الغاز هيحترق لفترة قصيرة وينتهي، لكن اللي حصل كان مختلف. النار استمرت وبقت الحفرة مشتعلة لفترة طويلة جدا، وتحولت مع الوقت إلى واحدة من أغرب المعالم المرتبطة بالغاز الطبيعي في العالم. لكن لازم نفرق بين حاجة مهمة: الحفرة دي مش بئر بترول بالمعنى التقليدي، هي مرتبطة بوجود غاز طبيعي في باطن الأرض، والغاز هو اللي بيشتعل. وتركمستان أصلا دولة غنية جدا بالغاز الطبيعي، وخصوصا في مناطق صحراوية واسعة. يعني الحفرة دي مش مجرد منظر غريب، هي بتفكرك إن تحت الصحاري اللي شكلها فاضي تماما ممكن يكون فيه نظام جيولوجي ضخم مليان هيدروكربونات. والأغرب إن الغاز الطبيعي نفسه مش لازم يكون ظاهر فوق الأرض، إحنا ممكن نحفر آلاف الأمتار علشان نوصل له، لكن في حالة دارفازا الغاز خرج للسطح بنفسه، والنار خلت الناس تعرف إن في غاز تحت الأرض. يعني بدل ما جيولوجي يقول إحنا محتاجين نكتشف هل في غاز هنا، الحفرة تقريبا قالت له الغاز موجود أهو. وده بيورينا حاجة مهمة في عالم البترول والغاز: اللي بنشوفه على سطح الأرض أحيانا بيكون مجرد إشارة صغيرة جدا على حاجة ضخمة موجودة تحت الأرض. ومن فضلك اعمل لايك واشترك في القناة عشان المحتوى ينتشر ويوصل لناس أكتر.